بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون معكم اللواء أحمد هشام الخبير الموضي في إطار جهود الدولة نحو تطوير القاهرة الخديوية وإعادة التراث القديم، تراث أجدادنا، إلى المظهر الحضاري اللائق والذي يشهد تراثا عظيما من أشجار نادرة ومباني تاريخية ليس لها مثيل في العالم أجمع، وتعتبر مزارا للسياحة الداخلية والسياحة الخارجية. لذلك اهتمت الدولة بتطوير ورفع كفاءة القاهرة الخديوية، وبالفعل تم افتتاح الطريق بجوار حديقة الأزبكية، والذي يربط ميدان الأوبرا بشارع 26 يوليو لحركة المشاة والسيارات بعد إعادة رصفه ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات اللي كانت موجودة في تلك المنطقة. وده يدخل ضمن الاستعدادات لافتتاح حديقة الأزبكية. والهدف من تطوير حديقة الأزبكية التراثية هي عودة رونقها وجمال موقعها والحفاظ على تاريخها الحضاري والثقافي، وكذلك الحفاظ على الأشجار النادرة. ويبلغ مسطح هذا التطوير 45,000 متر مربع، وهيتم إنشاء مباني إدارية ومباني تجارية لتدعيم تلك المزار السياحي، بالإضافة إلى خزان مياه للحرائق ومطعم وكافيتريات ومسرح روماني وبحيرة في منتصفها نافورة على مساحة 120 متر. فهنيئا لنا جميعا بهذا التطوير الذي يدخل ضمن منظومة الدولة نحو تطوير القاهرة الخديوية.